خلاص أنت ضمن المعسكر الأمريكي يا أخي. يا أخي لا تربط أمريكا في الموضوع. شوف، الجزائر ضمن المعسكر الروسي وأنتم ضمن المعسكر الأمريكي، بس خلاص. أنا أقول لك الدولة التي بين قوسين، اسمح لي لمقامك، اللقيطة هي كيان أنت تسميها دولة إسرائيل، ليست دولة. ينبغي أن نموت على هذه العقيدة. إسرائيل ليست دولة، إسرائيل كيان مغتصب لأرض فلسطين. يا أخي أنت مغربي، لا تفرط في صحرائك. أليست فلسطين أغلى من الصحراء؟ أنت لا ترضى، لا تناقش كمغربي، عندك الصحراء عقيدة. إيش معنى فلسطين ضربتوا بها عرض الحائط وسلمتم بدولة وتسميها أنت يا شيخ دولة؟ طيب. وهي كيان. لحظة قبل السؤال، التطبيع مع إسرائيل، أصلا إسرائيل أو هذا الكيان هو نفسه ليس طبيعيا حتى تطبع معه. هو كيان غير طبيعي. أولا مغتصب الأرض، ليست أرضه. أم أنكم تقرون أنها أرضهم؟ إذا كانت هذه فهذه كارثة أخرى. إذا كنتم كشيوخ علم ممن تبررون التطبيع للحكام ترون أن اليهود أنها أرضهم، فهذه كارثة أخرى ممكن أن نناقشها. يعني هذا الكيان ليس طبيعي، هو يغتصب أرض غير أرضه، وهذا وضع غير طبيعي. هم أنفسهم كتركيبة سكانية مجمعين كما تعلم، يهود مغاربة، يهود يمنيين، وجمعوهم وعملوا بهم كيان. أنت تطبع مع شيء ليس طبيعي. ثم أنكم كمشايخ علم يا شيخ، لو كان الأمر يعني ينتهي عند تطبيع الملك محمد السادس أو عزيز أخنوش أو حزب العدالة والتنمية لكان الأمر بسيط. لكن من سيسمعك الآن من المغاربة سيطبع روحيا يا أخي، سيطبع شعبيا، وهذه كارثة. قل شيئا في مسألة التطبيع الشعبي والتطبيع الروحي. طيب.